وانا بتفرج على ماتش التشيك وكوريا الجنوبيه اللي اتلعب الساعه 5 الفجر في توقيت لا يعلم به الا ربنا، الواحد لغايه نوم يا جدعان. 5 الفجر و3 الفجر و10 بالليل. عايز واحد فاضي، واحد صايع، واحد حرامي يقعد يسمع ويشرب كوبايه نسكافيه باللبن ويقعد يسمع كاس العالم الحزين ده. تخيلوا بقى، انا بسمع الماتش فاجئت ان حكم مصري بيحكم الماتش، فهيم عمر. تخيلوا مين بقى؟ كابتن فهيم، الكابتن مش عارف فهيم عمر ولا كابتن، المهم حكم مصري. انا طول الماتش قاعد حاطط ايدي على قلبي، نحسب تبقى ضربه جزاء، تلاقي الكوره ضربه جزاء ده حسبها كورنر، زي ما حصل قبل كده مع كابتن كمال غندور في كاس عالم 2002. الكوره دخلت لهدف لاسبانيا اتلغى. حاطط ايدي على قلبي عشان ما يجيش يقول لك احنا بنطلع حكام فشخ في مصر. يقول لك عشان ما هنيجي بعد كده مش هتلاقي ولا حكم مصري في كاس عالم بعد كده.